النهارده هنعمل مع بعض صلصة طماطم. ازاي نعملها بكل سهولة، وازاي مهما كانت الكمية كبيرة نفرزها في الفريزر تقعد معاكي من السنة للسنة بنفس اللون ده وما يغيرش طعمها ابدا. لو اول مرة تشوفيني، انا غادة عرابي، ودي قناتي قناة ستات في مصر. اهلا بيكي. هنبدأ اول حاجة نجيب الكمية اللي انت عايزاها، نغسلها كويس جدا. لازم نقطع الطماطم كده من النص ونشيل الحتة الخضرا دي لانها بتدي لون وحش للطماطم وطعم وحش. معانا الخلاط بتاعنا، هنبدأ نقطع الطماطم فيه زي ما احنا شايفين. الطماطم اليومين دول حلوه جدا. الطماطم البلح بيبقى فيها لحم كتير، مبقاش فيها ميه، فبتعمل معاكي كميه حلوه لو انت عايزه تشيليها في الفريزر. زي ما احنا شايفين كده بنقطع الطماطم. واللي هيدينا لون حلو بقى ولون طبيعي معانا البنجر. زي ما احنا هنشوف، البنجر ده انا بجيبه وبحطه في الفريزر، بينفعني جدا. دول كانوا في الفريزر بقشره، اهم حاجه ان انا اقشر القشره بتاعته. ونقطع منه على الصلصه الطماطم اللي في الخلاط. هناخد حته كده صغيره، كل ما نحط في الخلاط ناخد حته بنجر بيديله لون حلو. زي ما احنا شايفين احنا ما حطيناش ميه خالص في الخلاط، ضغطنا عليها كويس جدا الطماطم عشان تتضرب حلو في الخلاط. كده بعد ما ضربناها شايفين اللون الحلو بتاعها الطبيعي 100% بالبنجر. هنجيب حله على البوتاجاز ونحط فيها المصفى كله في خطوه واحده. الطماطم النهارده نعملها صلصه في خطوه واحده. جبنا الحله حطينا فيها المصفى، نصفي الطماطم كويس جدا زي ما احنا شايفين كله في خطوه واحده. نضرب بقى في الخلاط الطماطم الباقيه مع قلنا حته البنجر اللي بيديها اللون الحلو ده. هنخلص الكميه كلها وبعد كده هنصفيها كويس جدا، لان القشر والبذر بيدوها لون وحش وبيدوها طعم وحش، وكمان بيعمل عسر هضم. زي ما احنا شايفين كده معانا القشر اللي طلع، بنحط عليه معلقه صغيره ملح، وبرده بنصفي تاني بينزل كل العصاره اللي فيه زي ما احنا شايفين. ما شاء الله اللون جميل وتحفه. هنبدا بقى نولع النار عليها ونسيبها بقى تسبك براحتها. زي ما احنا شايفين اللون دون هيبدأ يغمق شوية لما بنحطه على البوتاجاز، يدينا اللون الطبيعي الحلو الجميل. هنبدأ بقى نحط المواد الحافظة بتاعتها ايه هي عشان تفضل من السنة للسنة. هنحط معلقة كبيرة سكر، واحنا حاطين معلقة صغيرة ملح قبل كده مع القشر. هنحط معلقة صغيرة كمان ملح. وادي الطماطم بعد ما اتسبكت ما خدتش وقت خالص ولا اي حاجة، وفي نفس الوقت طريقة سهلة جدا وسريعة وفي خطوة واحدة بس. لو عجبك الطريقة وصلتي معايا لحد هنا ما تنسيش تعملي اللايك. هنبدأ بقى نشوف هنعمل ايه. المقدار اللي انت عايزاه بعد ما تبرد بقى هنبتدي نعبيها على طول. عندنا نوعين من الاكياس، اكياس التلاجة العادية وفي اكياس التلاجة العادية، وفي اكياس تانية هوريها لك جميلة جدا لو لقيتيها، بتمنع اي ريحة تخش في الكيس من الفريزر، حلوة جدا. وبرده كيس التلاجة دي جميلة. هنبدأ نطلع الهواء منها. اهم حاجة اهم خطوة ان احنا بنطلع الهواء خالص عشان يحافظ على الطماطم وتفضل اطول فتره في الفريزر ما يحصلهاش اي حاجه. زي ما احنا شايفين بنقفل الكيس من فوق ونبدا نبطط كده بايدينا واحده واحده عشان ما ياخدش مكان في الفريزر معانا. الطريقه دي حلوه جدا. بطط الكيس ونحطه كله فوق بعضه ما بياخدش مكان. بعد ما بتحطيها في الفريزر ساعه او اتنين كده افتحي عليها تاني وحركي الاكياس عشان ما تلزقش ببعض، وخلاص على كده عمرها ما هتلزق. ده الكيس التاني اللي انا بوريهولك دون لو لقيتيه جميل جدا. هنبدا برضو نحط الكميه بقى براحتك اللي انت عايزاه على حسب استخدامك. هنبدأ نعبي الكيس وبرضو هنطلع الهواء من الكيس. اهم حاجة خضار طماطم اي حاجة بتشيليها في الفريزر لازم تطلعي الهواء من الكيس، لان الهواء ده بيعمل تلج، والتلج ده هو اللي بيعمل الريحة المش كويسة اللي احنا بنشوفها اللي احنا بنحسها بعد كده. لكن انا زي ما انت شايفة كده اهم حاجة بنطلع الهواء من الكيس. نبدأ نقفل الكيس كويس جدا. الكيس ده بالضغط كده جميل قوي، ما بيتفتحش ولا اي حاجة زي ما احنا شايفين. اتمنى لو عجبك الطريقه تعملي اللايك. شايفين الجمال، لون طبيعي وطريقه سهله وسريعه. اتمنى الطريقه تكون عجبتك وبألف هنا.